يا صباح الفل والطعمية. يا صباح الفل. وهنا بقى عملت فول وطعمية بيتي، حاجة كده فظيعة. والله العظيم جميلة. بصوا خضرها عامل ازاي، وبصوا الكياس اللي احنا طلعناها قد ايه، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، يعني حاجة كده تحفة. ولا طعم الفول وطعم الطعمية البيتي. ايه اللي خلاني بقى انا بجيب، انا بعمل يعني على طول، بس مش يعني كل فين وفين. فرحنا نشتري فول ب10 جنيه. يعني بصوا نص الكيس ب10 جنيه، نص الكيس اللي انا عاملاه ده حبة كده، يعني حاجة فظيعة. الطعمية برضو، عجين الطعمية برضو ب10 جنيه، حاجة كده ما يذكروش في الكيس. يعني مش باينين اصلا. طب خلاص، رحت جايبة بقى كيلو بقى فول، وكيلو فول مدشوش، وقلت اعمل في البيت. بصوا بقول لكم، يعني نص الكيس ده ب10 جنيه. حبة كده ما يأكلوش فردين تلاتة لو أكلين قوي، يعني أنا مش عارفة الناس اللي عندها عيال تلاتة أربعة وبيجيبوا كمية كل يوم، ولا مش عارفة يجيبوا بكام. طيب مش فاهمة، فاعملوها في البيت أحسن، يعني أوفر وأنضف. فهنا كيلو فول أنا بلاه من بالليل، وغسلته حلو دلوقتي بعد ما بليته وحطيته. ودوت بليلة أنا هعملها النهاردة، هعمل الفول بالبليلة اللي هي الغلة بتاعتنا. بلتها برضو، سبتها من بالليل في المية بتاعتها وغسلتها، وهحطها على الفول. عايزة تحطي عدس حطي، يعني انا بعمله برضو بالعدس، بعمله بالفول المدشوش، بعمله بالبليلة، التلاتة الصراحة تحفة. بس انا كان نفسي اكله بالبليلة، يعني اللي هو الغلة يعني. بصوا الفولة ادام بلاها من بالليل وعملتيه الصبح، بصوا بتبقى كبيرة وما بتاخدش سوا معاكي خالص عن البوتاجاز. يعني اول ما تبليها اكتر من 8 ساعات انسي، يعني مش هتقعد كتير على البوتاجاز تستوي. حطي ميه سخنه، اوعي تحطي ميه ساقعه. زي اللحمه كده، تحط لها ميه سخنه على طول، كل ما يعوز حطي له ميه سخنه. هنا الحاجة برضو الفول المدشوش جبته وبليته برضو من بالليل. يعني نقعته، بليته ايه، نقعته من بالليل، حطيت فيه ميه. يعني اكتر يتنقع اكتر من 8 ساعات. وحلو قوي لو من بالليل وتاني يوم تروح عاملاه، يعني حلو قوي. هنا بصلتين صغيرين اقطعهم كده بس شرايح صغيره، علشان الكبه بس. بصلتين بس، ما تكتريش بصل، عشان البصل لما بيكتر في الطعميه بيخليها سودا، بيسودها وبيخليها صيصه كده شويه. هنا راس توم صغيره. انا كنت الاول بحط كرات، كان بيبوظ لي الصراحه بكبه، كذا كبه اتحرقت بسبب الطعميه يعني. فقلت لا، انا مش هحط كرات تاني، كفايه الراس التوم الصغيره، وكفايه البصلتين الصغيرين. ما تكتريش بصل عشان تطلع حلوه. هنا جبت ربطه بقدونس، غسلتها طبعا ونقعتها في الخل وغسلتها حلو جدا. وربطه شبت، وربطه كزبره، 3. واحدة بقدونس وربطة كزبرة وربطة شبت بس، وقطعتهم كده زي ما انتي شايفة. وحطي كله على بعض، قطعي بس كده خرز صغيرة، بس عشان الكبة برضو، مش عشان حاجة يعني، عشان كله يتفرم مع بعض. بس كده، وهيطلع لنا كمية تكفينا لمدة شهرين. حتى لو انتوا عيلة كبيرة وكل يوم هتاكلي فول وطعمية، بس مش كل يوم هتاكلي فول وطعمية يعني، حتى يوم كده ويوم كده يعني. هيكفوكي الكيلو الفول على وكيلو الطعمية، الفول المدشوش والفول العادي هيكفوكي يعني. هنا الكبة بتاعتك ايه، لو ما عندكيش كبة برضو ممكن تعمليها اللي هي الكبة الصغيرة بتاعة الخلاط، اللي هي بتاعة الملح والفلفل، اعمليها فيها ممكن. وهنحط حبة مية في حبة مية، ما تكتريش المية عشان بس تمشي، يعني عشان الحاجة تمشي في الكبة، مش اكتر من كده. لو عندك كبة بتمشي من غير ما تحط لها مية فعادي اعمليه. لكن انا يعني المية دي بس عشان تمشي لي بس الطعمية في الكبة، مش اكتر. بحط يعني ايه، عبارة عن معلقتين معلقتين، مش بحط كتير يعني، عشان بس ما تطلعش صيصة مني. وحطي بقى كده واضربي كله على بعضه، وفي الاخر كله هيتقلب على بعض يعني. اهو بصي، كل ما بتعوزها بروح حاطه لها ميه، حبه صغيره في حبه صغيره، ما بحطش كتير يعني.
بصوا بانت يعني وهي بتضرب، هي باينه انها طعميه يعني. حلوه والله. في البيت ده زمان اهالينا كانت اقول على دي الاول يعني. بصوا يا جماعه، انا يعني بصوا بره، والله العظيم بيحط كميه عيش في الطعميه انتوا ما تتخيلوها، انا شفتها بنفسي. فمن زمان جدا كمان. ده رغيف عيش شامي، انا بليته بميه سخنه حتى تبصوا بيطلع دخان، وصفيته حلو كده، عجنته وصفيته لغايه ما بقى حلو كده، حطيته مع الايه في الكبه عشان يتضرب مع الفول. بيحطوا لها كميه عيش بره فظيعه، ما تقوليش ما حدش بيحط عيش. كل اللي بتوع الطعم الفول والطعميه بيحطوا لها عيش للطعميه. على اساس كمان هم بيعملوها ايه، يقولك خميره. يعني العيش ده البلدي، عيش فينو، عيش ابيض، اي عيش بقى بيحطه. يعني انت لو عندك رغيف بلدي حطيه، شامي، فينو حطي. بس بالليل الاول واعصريه كده وراح حطاه يتضرب معاه. هما بره بيعتبروا العيش ده خميره يعني، بيحطوه. وفعلا بتنفش في الاخر فعلا يعني. بس ده السر بقى، يعني سر بقى جميل. انا عملتها قبل كده برضه بالعيش يعني، كنت بعملها بس من قبل ما اصور يعني. لان انا عارفه المعلومه دي من زمان جدا ان هم بيحطوا عيش يعني في الطعميه. احنا هنا بقى حاجه عيش نظيف وحاجه نظيفه، انتوا فاهمين طبعا يعني. حاجه نظيفه، حاجه مغسوله، البقدونس يا جماعه مغسول. وبصوا بره يعني ما اعرفش، انا مش عايزه اقول والله يعني. الله اعلم، الكرات بنلاقيه في الارض والحاجه بنلاقيها في الارض، ومش عارفه الصراحه يعني. بعملوا على قد ما تقدروا، اعملوا الحاجه في البيت على قد ما تقدروا. اوفر كمان وانضف. بصوا يعني الكيلو طلع لي كميه قد ايه. بسم الله ما شاء الله. جميل يعني. بصوا اروح انا بقى عند بتاع الطعميه واقعد اقلي كده. بصوا بصوا الطبق بسم الله ما شاء الله، ده كده مش باين والله يعني. طلع لي اكياس حلوه قوي قوي. وبصوا اللون، وده ضربة واحدة ما ضربتهاش مرتين. يعني انا ما عدتهاش في الكبة تاني، هي مرة واحدة وبس. هنا الفول اهو على النار، على البوتاجاز. هحط له مية سخنة برضو واسيبه ما خدش مثلا ساعتين على نار هادية. يعني هديت انا النار عليه. بوريكم الطعمية عشان فرحانة بيها جدا والله. ولا الحوجة اروح اشتري طعمية 10 جنيه. 10 جنيه يا ولاد الذين، انتوا ناقص تقولوا لنا لا مفيش ب10 جنيه. طب ادينا ب10 جنيه فول ايه ده، في ايه؟ طب سندوتشات. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، السندوتش تفتحيه مفيش لحسه. لحسه فول والطعميه معرفش عاملينها ازاي، حته طعميه قد كده فيها. فمش عارفه بقى يلا ربنا يعدينا منها على خير. هنا بقى الفول بتاعي استوى، بوريهولكوا زبده زبده كده. هنا باخد الكميه دي، انا مش هعمل يعني، هشيل الباقي طبعا. انا الكميه دي احنا ما كلناش كلها طبعا، انا بوريكم بس عشان الحاجه تطلع كتير في التصوير. يعني الطبق كان كبير بسم الله ما شاء الله وفاضي يعني. بس انا عملت هنا كتير عشان تشوفوا بس في التصوير، والطبق يبقى مليان قدامكم يعني. هنا بضايه، حبة كمون، حبة كزبرة، حبة ملح، حبة شطة صغيرة، اللي عايز بقى يحب الشطة يحط حبة صغيرة. انا حطيت حبة شطة صغيرة، اللي عايز يحط كتير براحته. انا هحط هنا مع يعني ربع معلقة كربوناتو. الطعمية بيتحط لها كربوناتو، ربع معلقة صغيرة، وقلبي. بس ومجهزة طبق سمسم كده جنبي، فاعملها بالسمسم. واقلي بقى، اقلي صوابع، اقلي قرص كده صغيرة، قرص صغيرة اسمها قرص صغيرة كده زي ما بنشتريها يعني كده يعني. زي ما انت عايزة فنيني بقى في القلي. عايزة برضو تعملي وتحشي، تعملي بصل مكرمل كده زي بصل الكشري، وتروحي فاتحة يعني تعملي كده بايديكي وتحطي بقى الايه البصل جواه، يبقى طعمية محشية. اوبا بقى انسي، بيبقى جميلة جدا. وعايزة برضو تسلقي بيض وتقشريه، وتمسكي كده البيضاية تحطيها وتعملي عليها الطعمية وتروحي قلياها، برضو تحفة. ألفي، ألفي عشان عيالك ياكلوا حاجة نظيفة في البيت. انا بحط السمسم عليها كده،
وبروح بقى قليه. بخليها لغايه ما تتحمر قوي، ما يعني ايه، ما اقلبش الا ما ايه، احس انها عملت يعني على الوش كده، عشان ما تتهريش. اللي بلاقيها لازم تقب لوحدها، يعني تطلع لوحدها كده. بصوا، بصوا الخضار بتاعها ولا طعمها، تعالوا دوقوا. والله طعمها تحفة. انا فرحانة قوي بنفسي لما بعمل حاجة في البيت بقى كده. وناقص بقى العيش كمان نخبزه في البيت، وناقص نجيب بقى، يعني نجيب 2 كتاكيت 4 كتاكيت كده ونربيهم في البلكونة يا جماعة. نرجع زي زمان. مش بيقولوا الفراخ غليت كمان؟ كل حاجة غليت. فنربي بقى في البيت بقى عادي كل حاجة. يلا ربنا يسترها. بلاش نتكلم في السياسة. الطعمية هنا خلصت. جميلة جميلة جميلة. حلوة لما يعني الواحد بيفتكر، والله العظيم انا كل شويه اقول امي الله يرحمها يعني بقى. الله يرحمها، يعني الواحد بيفتكر كده ايام امه كده وكنا بنخش البيت كده نلاقي ريحة الفول والدميس والطعمية. الله على الريحة، الله. الله على الريحة. كانت بتدفي البيت. حتة زبدة كده هنا، هعمل كذا بيضة كده جنب الأكل. ده الفطار بقى بتاع يوم الجمعة يا جماعة، يعني فطرنا كده فطورة كده. ما جبناش حاجة من بره كتير، يعني هو البيض والحاجة، احنا عملنا أكترة الحاجة في البيت. هو كان بقول لكم ناقص العيش، بس أنا ما قدرتش أعمل عيش ساعتها يعني. كان ناقص العيش بالمرة، اشترينا عيش بلدي وخلاص. بس هو هحط فلفل أسود وحبة ملح وخلاص. ما فيش حاجة. انا مش عايزه اعمله اومليت ولا حاجه، انا عايزاه كده، عايزه المنظر ده كده بالزبده كده والريحه بقى بتاعته بقى. وعندي كمان جبنه حادقه، هعملها دلوقتي. جبنه حادقه بقى، انسوا، مع الاكل. هنا بقى الفول بقى هعمله. باخد كده في الطبق بتاعي، وهعمل كمية كده حلوة وبرضه هيفيد، بس انا عملت كمية كبيرة برضه عشان التصوير واوريكم يعني. وبعدين هحط الليمون. عايزة تعمليه بالزبدة اعمليه بالزبدة، بس بيبقى ملح وزبدة. انا ما بحبش احط فلفل اسود لو عملته بالزبدة يعني، او بالسمنة البلدي. هو ملح وسمنة بلدي وبس. هنا اعمله بالزيت بقى، يعني طحينة، ليمون، كمون، حبة ملح وخلاص. دي شطة، حبة شطة وملح وكمون وخلاص، ما فيش حاجة تانية. وزيت، وههرسه بقى. ههرسه بالهراسة يعني. تحسي بقى ان احنا ايه، قاعدين في مطعم فول وطعمية يعني. الريحة كانت قلبة الشقة يعني. اتهرس كله. كله اهوت بقدرة قادر كده يعني. حطي بقى الزيت كده فوق الوش كده وخلاص. واللي عايز بياخد في طبقه بالمعلقة. هنا بقى الجبنة الحادقة اللي بقول لكم عليها، واحدة صاحبتي جابتها لي كده، عاملاها برضو هي في البيت، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. هقطع عليها طماطم كده، واحط عليها حبة زيت وخلاص، وطحينة، واحط عليها طحينة كمان. بس حقيقي جميلة يعني، جايبالي كمان برطمان كبير. قالت لي انا عارفة انت ما بتحبيش الجبنة الحادقة من بره او المش من بره، فعرفت بقى. فراحت جايبالي برطمان كبير يعني عشان اكل منه يعني. وفعلا كلت منه جميل. عشان انا بقول لك كل حاجة بيتي يعني، هي كل حاجة معمولة في البيت اهو. ناقص ايه تاني؟ بس كده وهرسي كده. وعندنا كمان يعني، انا جبنه قريش بقى، بس الجبنه القريش شاريها من بره الصراحه يعني، مش عاملاها. دي من بره الجبنه القريش. من واحده كده برضو كويسه ونظيفه كده. هنا خيار بقى، قطعت خيار وجبنه قريش والبيض والطماطم
البيض والجبنة بالطماطم والجرجير وشاي ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ وبصل اخضر دلوقتي اوريهولكوا، ده عيش بلدي طبعا. بصل اخضر عاملاه في البيت، يعني عاملاه في البلكونه كده في ازايز وسايباه. انا بحب قوي المنظر بتاعه. وهنقطعه وهناكله وبيطلع تاني، كل ما بقطع يطلع تاني. قطعه كده بالمقص وبروح غسلاه وناكل. في البلكونه عامله كذا ازازه كده مع الزرع بتاعنا، وحاطاهم. بصوا جميل حلو. بيطلع على طول يعني. بصوا الطعميه، يا لهوي، احلى فطار بيتي. بيتي بيتي وبيقول بيته. جميل. الفول تحفة والطعمية تحفة والبيت تحفة. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بصوا هنا بقى كيست الباقي. يا سلام. ولا الحوجة ولا الحوجة للي بره. اعملوه في البيت. بصوا الطعمية وخضرها وجمالها تحفة. بصوا كذا كيس كذا كيس طلع يعني. بصوا بقول لكم هيكفي شهرين ثلاثة ان شاء الله يعني، غير الحبايب لما ياخدوا يعني. غير الحبايب يعني. يلا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.